في سلسلة الأنبياء هذه سوف نستمع اليوم إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام. يا أصدقائي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واكتبوا سبحان الله في التعليقات. وهيا بنا نعرف أحداث قصة كليم الله موسى عليه السلام في ضوء القرآن الكريم والروايات الصحيحة. عندما اقترب نبي الله موسى عليه السلام من شجرة تخرج منها نار، كلمه الله تعالى من عند تلك الشجرة المباركة، كما ورد في سورتي القصص وطه، حيث قال الله عز وجل: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم سأله الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجاب موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال الله تعالى: ألقها يا موسى. فلما ألقى موسى عليه السلام عصاه إذا بها تتحول إلى حية تسعى، فخاف موسى عليه السلام وتراجع ولم يلتفت، فناداه صوت القدرة: أقبل، ارجع ولا تخف، إنك من الآمنين، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأدخل موسى يده في جيبه وأخرجها، فإذا بها تتلألأ نورا وليس بها أي عيب أو أذى. الله خالق هذه البشرية ويعلم تماما كيف يتعامل مع هذه البشرية. قوم موسى احترفوا السحر، فجاءهم المعجزة ما يغلب سحرهم وادعاءهم. أما أهل مكة احترفوا الفصاحة، وبجانب معجزة شق القمر أنزل الله القرآن بإعجازه وفصاحته تحديا لقريش ومعجزة لنبيه. وهكذا كل نبي تحداهم الله في الذي يحترفونه، وأراهم المعجزات والآيات حتى يعلموا أن فوق كل ذي علم عليم. لكن منهم من آمن ومنهم من كفر. ولنكمل بقية أحداث قصة كليم الله موسى. ثم سمع موسى عليه السلام صوتا آخر يقول: إننا نمنحك هاتين الآيتين لتواجه بهما فرعون وجنوده الظالمين، فإنهم قوم فاسقون، وعليك أن تذهب إليهم لتدعوهم إلى سبيل الرشاد، وكن لين معهم يا موسى. الله يقول لموسى: كن هينا لينا في دعوتك لفرعون الذي طغى وتجبر، كن لينا مع عدو الله فرعون الذي ادعى أنه إله. هكذا يتعامل الله مع من عصاه، فكيف بمن أطاعه؟ وقال: سبحان ربي الأعلى. ثم قال موسى عليه السلام: يا رب، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري. فأعطى الله تعالى هارون عليه السلام النبوة استجابة لدعوة نبيه موسى، لأن موسى يعلم أن ما كلف الله به ليس هينا، ويحتاج إلى أخيه ليكون سندا له في تبليغ رسالة ربه. وبعد 3 أيام انطلق موسى عليه السلام برفقة أخيه هارون عليه السلام إلى فرعون. وكان الوصول إلى فرعون أمرا شاقا، إذ كانت تحيط به موانع كثيرة من حيوانات مفترسة وأشجار كثيفة، فكان موسى يضرب بعصاه الأبواب فتفتح، ويدخل من غير أن يجرؤ الحراس على منعه ولا أن تقترب منه الوحوش أو الجنود، حتى بلغ موسى قصر فرعون. وعند الباب أرسل شخصا ليبلغ فرعون الرسالة، وقال: جئت إليك بالهداية من رب العالمين. وفي رواية أن من بلغ الرسالة كان مهرجا من حاشية فرعون، لأن لا أحد كان يجرؤ أن يبلغه برسالة تخالف ألوهيته. فدخل المهرج على فرعون وقال: رأيت اليوم أمرا عجيبا. فقال فرعون: وما رأيت؟ قال: رأيت عند باب القصر رجلين لم توقفهما الوحوش ولا أبوابك المحكمة، ويقول أحدهما شيئا غريبا:
قال فرعون: وماذا يقول؟ قال: يا مولاي، لا يناديك بإله، بل يذكر إلها آخر ويقول: إن ربنا وربك ورب الكون كله هو من خلقنا جميعا. فاشتعل غضب فرعون وأمر بأن يحضر هامان وجميع أركان الدولة. ولما اجتمع الجميع أدخل موسى وهارون عليهما السلام إلى المجلس. سأل فرعون بلهجة قاسية: من أنتما؟ فقال موسى عليه السلام: أنا عبد من عباد الله، خلقني من تراب وإليه المصير. قال فرعون: أنا أعرفك، أليس بالأمس كنت تتربى في قصرنا، ثم قتلت رجلا وهربت، ثم صرت ترعى غنما في مدين، والآن تعود وتدعي النبوة وتعبد إلها غيري؟ يا موسى، من الأفضل لك أن تعترف بألوهيتي ولا تقل هذا الكلام المجنون. فقال موسى عليه السلام: يا فرعون، كن عاقلا، فالألوهية لله وحده، ومن ادعى الألوهية سواه فهو في ضلال مبين ومصيره الهلاك. أما أنا فقد تركت مصر بسبب ظلمك، لأنك أردت قتلي إثر موت القبطي، رغم أني لم أقتله عمدا، بل كنت أريد فض النزاع فقط، فضربته فمات. ثم لجأت إلى الله وذهبت إلى مدين، حتى اختارني الله للنبوة وأرسلني إليك برسالة الهداية. يا فرعون، جئت لأدعوك إلى التوحيد، وإن تؤمن بنبوتي وتطلق بني إسرائيل من الأسر وتكف عن ظلمهم. قال فرعون: كفى، إن لم تتوقف فسأسجنك ولن أطلق سراحك أبدا. قال موسى عليه السلام: يا فرعون، إن الله أعطاك مهلة 400 سنة، ولن يمهلك أكثر من ذلك. ثم ألقى عصاه على الأرض فتحولت إلى ثعبان عظيم، خرجت من فمه لهب نار، وعيناه كأنهما جمر، وأنفه يخرج دخانا، وصوته مرعب. عم الذعر في القصر، وكلما تحرك الثعبان أحرق ما أمامه، حتى اتجه نحو فرعون. فلما رآه فرعون مقبلا نحوه سقط على وجهه وهو يصيح: يا موسى انقذني، يا موسى انقذني. فأخذ موسى عليه السلام العصا بإشارة من الله، ثم أخرج يده البيضاء وقال: يا فرعون، إن قبلت كلامي فسأطلب من الله لك 4 نعم. قال فرعون: وما هي؟ قال موسى عليه السلام: أولا، ستبقى شابا إلى الأبد. ثانيا، ستعطى ملكا لا ينازعك فيه أحد. ثالثا، ستنعم بصحة دائمة لا تمرض فيها أبدا. رابعا، ستدخل الجنة. قال فرعون: سأستشير أهل الرأى والحكمة. فاستشار زوجته آسيا بنت مزاحم، فقالت: أي عاقل يرفض هذه النعم؟ ثم استشار كبار المسؤولين، فقالوا: منذ زمن والناس يسجدون لك، فكيف تنحني اليوم لغيرك؟ إن فعلت ذلك فستهين نفسك. وأضافوه: ما فعله موسى في القصر مجرد خداع بصري، وعليك أن تبطل سحره بسحر أقوى منه. قال فرعون: فما العمل؟ قالوا: لقد استخدم موسى السحر، فحدد موعدا وادعوا سحرة البلاد، وسيكون هناك مواجهة. فوافق فرعون وأصدر الأمر باستدعاء أعظم السحرة، وحدد موعدا، وأبلغ موسى عليه السلام بالحضور في المكان والزمان المحددين. وفي رواية إن المكان كان الإسكندرية. بدأ فرعون في التحضير، وتم اختيار 70,000 ساحر من أنحاء البلاد، ثم صفي العدد إلى 1000، ثم اختير منهم 80 ساحرا. فقال السحرة: سننتصر على موسى بلا شك يا فرعون، ما هو أجرنا إن غلبناه؟ قال فرعون: سنوليكم مناصب عليا في المملكة. وفي رواية أخرى أن 4 من كبار السحرة قالوا هذه الكلمات لفرعون، وقالوا له أيضا: سننتصر على موسى في كل الأحوال وبلا شك،
ولكن يا فرعون، إن لم تنجح حيلنا فاعلم أن أمر موسى أمر إلهي. فاجتمع السحرة في المكان الذي حدده فرعون، وبدأوا ينتظرون قدوم موسى عليه السلام. وفي رواية أخرى أن سحرة فرعون جاءوا ومعهم حبال محمله على 60 ناقة. وفي رواية أخرى أن فرعون أعد لمواجهة موسى عليه السلام لمدة شهر كامل. وبينما كانوا ينتظرون أقبل موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون عليه السلام إلى ذلك المكان، وعند وصوله اتكأ على عصاه وقال لهم: الآن أروني ما عندكم من حيل. وجاء في كتاب علي اليعقوبي أن موسى عليه السلام قبل أن يتوجه إلى فرعون أرسل زوجته إلى شعيب عليه السلام، ثم ألقى أولئك القوم جميع الحبال التي كانوا قد أحضروها معهم في الساحة، فتحولت تلك الحبال إلى حيات تسعى، وبدأت تهاجم بعضها بعضا بأعداد هائلة. وعندما رأى موسى عليه السلام هذا المشهد اضطرب قليلا، فسمع نداء يقول: يا موسى لا تخف وألق عصاك على الأرض. فما إن ألقى موسى عليه السلام عصاه على الأرض حتى تحولت إلى ثعبان عظيم، وبدأ يبتلع تلك الحيات، ولم تمضي سوى لحظات حتى ابتلعها جميعا. عندها فر فرعون من المكان هاربا، ثم أخذ موسى عليه السلام الثعبان بيده فعاد العصا كما كانت. وفي تلك اللحظة عمت الفوضى العارمة، ووقعت هرج ومرج شديد، فقتل نحو 25,000 شخص دهسا، وهزم فرعون، وأسلم في ذلك الميدان 70 قبيلة من القبط، كما آمن أكثر السحرة بموسى عليه السلام وبربه، وسجدوا جميعا. فقال فرعون عندها للسحرة: أسلمتم دون أذني، ستكون عقوبتكم أن تصلبوا وتقطعوا أيديكم وأرجلكم. فردوا السحرة: إن تقضي فقد تقضي هذه الحياة الدنيا. فأمر بجمع كل من آمن بموسى، وأصدر حكما بصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا أبيدوا وقتلوا. فقال أولئك القوم المؤمنون بموسى: لقد رأينا بأعيننا أدلة صدق نبوة موسى عليه السلام وألوهية ربه، فآمنا به، فاصنع ما شئت، فنحن مستعدون لتحمل كل أنواع الشدة والعذاب من أجل إيماننا. وعندما رأى فرعون إصرارهم وثباتهم تيقن أنهم لن يتراجعوا عن إيمانهم، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم جميعا. وهكذا كانت قصة نبي الله موسى عليه السلام. نحن نبذل جهدا كبيرا لنقدم لكم هذه القصص المشوقة، لكن المفاجئ والمحبط أن أغلب من يشاهدون لا يشتركون في القناة. إذا كنت تستمتع بالمحتوى وتريد دعمنا للاستمرار، فكل ما نطلبه منك هو شيء بسيط: اضغطوا على زر الاشتراك الآن. بهذا تساعدنا في تقديم المزيد من القصص القوية، وتكون جزءا من رحلتنا في نشر الحقيقة والتاريخ. وإذا عجبكم القصة، اكتبوا في التعليقات إنكم تريدون باقي القصة وما حدث بعد ذلك.